أهلا بكم في الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات صندوق الإسلام. الصندوق الحلقة اللي فاتت كان ساخن أكتر من اللازم، وطبعا منطقي ناس كتير تكون زعلت، بس ده ما يمنعش إن احنا نكمل ونوضح، لأن موضوع نسب محمد زي ما أنا قلت في الحلقة اللي فاتت مش مجرد شخص، لا، احنا بنتكلم عن ردود أفعال تسببت في أمراض أصيبت به أمة بالكامل. يعني مرض تعظيم الذات والافتخار بالأنساب والتعنت والتصميم على إن إحنا خير أمة أخرجت للناس، وإحنا خيار من خيار من خيار، وإحنا ربنا ما خلقش أحسن مننا، وإحنا كل أفضل شيء. ده أصله مرض، ودي النقطة اللي احنا هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية كتير. الأمراض التي أصيب بها محمد وأصاب كل الأمة ورثتها الأمة الإسلامية من بعده على مدى قرون: مرض تعظيم الذات، مرض النرجسية، مرض الغضب لأتفه الأسباب، مرض البارانويا والشعور بالاضطهاد، مرض الوسواس القهري في فعل الأشياء تحت الضغط. أمراض كتيرة هنتكلم عنها فيما بعد. فموضوع النسب ليس مش شخصي، لأني أنا شخصيا ما عنديش أي مشكلة مع إنسان ما نعرفش أبوه مين. مش مشكلتي، مش قضيتي. أنا اللي يهمني تصرفاته التي ترتبت على هذا الموضوع. ده اللي بيخلي الإنسان يعني يبحث المرض ده أصله إيه، وردة فعل المرض ده سببها إيه. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند حديثين الحقيقة. الأول رواه الترمذي، والثاني مروي في مسند الإمام أحمد، إن قريش كانت تسترجع أنسابها وحسبها، واعتبرت محمد إنه هو نبت شيطاني، نخلة نبتت في زبالة. ليه؟ تفسير ما نعرفوش، لكن واضح المعنى إنه هو يعني بيقولوا أنت أصلك مش مننا. لكن قلنا إن بني العباس لما كتبوا السيرة فيما بعد كان لازم يجددوا العلاقة دي ويخلوه نسب. ممكن جدا يكون محمد كان من بني هاشم فعلا، بس عشان يتيم والمال كان بيلعب دور مهم في المجتمع، إن هو كان منبوذ. أو ممكن يكون هو كان مش من بني هاشم أصلا، وإنما كان مولى من موالي بني هاشم، أو كان طلب جوار بني هاشم وأخده، أو أسباب كثيرة جدا. لأن في وقعة أخرى، إن فيه قوم أو يعني بعض الناس من قبيلة اسمها كندة جم للمدينة وطلبوا يقابلوا النبي، وقبل ما يوصلوا له بيقولوا في المدينة محمد منا، من قبيلة كندة، يعني كده، يعني ما فيش بني هاشم ولا حاجة. الموضوع ده برضو زعل محمد جدا وغضب، وقال لهم نحن بني النضر ابن كنانة، يعني اللي هو أسس قريش، لا ننتفي من أبناء من آبائنا. طب الناس بيقول لك أنت مننا، يعني حتى بين العرب كده إحنا مننا وأنت منك. إيه اللي يخلي ردة الفعل هذا التشنج إلا إذا كان فيه مشكلة فعلا أثرت فيه؟ واضح جدا هذا الشيء، لأن القصة مش بس الاتهامات وهكذا، لا، ردود أفعاله غريبة، وكان هو دايما حاسس إن هو منبوذ حتى من قومه. وإحنا في الحلقات اللي فاتت اديت أنا كذا مثال، إن مثلا لما حب يتزوج بنت عمه أبو طالب، عم أبو طالب رفض وزوجها لرجل تاني. ولما محمد بيقول له زوجت هبيرة وتركتني يا عمي، قال له الكريم للكريم.
فكده حتى عمه نفسه مش معتبره ان هو ذو قيمة. لما حب يتزوج خديجة اللي عندها 40 سنة وهو عنده 25 سنة، أبوها رفض. أبوها رفض وقال يعني أزوجك ليتيم أبي طالب، يعني ملوش أي. فحكاية إن هم كانوا يعتبروه إن هو من قريش ومن بني هاشم، دي مش واردة. أمثلة كتيرة، يعني مثلا لما هو فتح مكة وقال ده يتعمل وده يتعمل، فبيسألوا أبو سفيان هنعمل إيه؟ الجماعة اللي لسه ما أسلموش بقى. فقال إيه؟ الأمر ما أمر ابن أبي كبشة. ده بيتكلم عن محمد. الأمر ما أمر ابن أبي كبشة، يعني هنعمل إيه بقى؟ اللي يأمر به ابن أبي كبشة. مين أبي كبشة ده بقى؟ أبو كبشة ده جد محمد من أمه آمنة. يعني طب اللي ينسب واحد لأمه ده بينسبه لأمه ليه؟ مش المفروض ان هو راجل من قريش ومن بني هاشم وابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن يعني ليه يروح لسكة امه ويقول ابن ابي كبشة؟ مين ابي كبشة ده بقى؟ وانا بفتش في تفسير القرطبي، انا اصلا كنت بدور على حاجة تانية خالص، كنت بدور على تفسير سورة النجم اللي هي بيتكلم فيها عن رحلة المعراج ثم دنا فتدلى والقصة اللي احنا عارفينها بتاعت الإسراء والمعراج. أنا لقيت الآية اللي هي بتقول وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو رب الشعرى. فأنا بقرأ في تفسير القرطبي إيه الشعرى دي؟ احنا المسلمين ما شاء الله بنقرأ ونعدي ولا بنفهم أي حاجة ولا بنسأل إيه ده، ولو سألنا هنوصل لحاجات مهمة. فأنا بقول إيه الشعرة دي؟ بقرأ في تفسير القرطبي قال الشعرة دي هو نجم الزهرة اللي هو فينوس، كوكب فينوس. فهم كانوا بيعتبروه نجم مش كوكب، وكانوا بيعبدوه في الجزيرة العربية. وأول من عبده بيقول القرطبي في تفسير سورة النجم تفسير الآية وأنه هو رب الشعرى هو أبو كبشة جد الرسول لأمه. وأبو كبشة يعني هو اللي يعني دخل موضوع عبادة النجوم إلى مكة، وكان يعني يسميه أهل قريش ابن أبي كبشة من ناحية عشان يقولوا انه ده يعني بتوع العرافين وعبدة النجوم اللي هم كان يعني منظر لهم نظرة مش ولا بد في مكة. وكانت خالته كمان سودة بنت زهرة كانت عرافة، وبرضه لها قصة غريبة جدا انها اتولدت سودة يعني سوداء اللون رغم ان اهلها مش سود، فقالوا ده شيطان او حبوا يدفنوها ما دفنوهاش وسابوها زي ما هي وبقت عرافة. يعني المقصود ان العرافة وعبادة النجوم ان الموضوع ده لعائلته لأمه كان الموضوع ده منتشر فيه القصة دي. لكن الغريب ان واحد المفروض ان هو ينتمي لبني هاشم يندهوه بابن ابي كبشة يعني لاتجاه امه. واحنا عارفين حتى في البلاد العربية لحد النهارده لما واحد يكنى بأمه بيكون معناه ان هم مش عارفين ابوه مين، او بتكون ده اذلالا ليه مش شيء مشرف يعني. فدي نقطة يعني بتوضح العامل النفسي اللي هو خلاه يعني يرد بتشنج في الموضوع ده. طيب احنا شفنا انه عمه ابو طالب رفض يزوجه بنته، ابو خديجة رفض يزوجه بنته، لما كان عنده 40 سنة وجه حتى بعدها كان 42 43 لأن بيقولوا جهر بالدعوة بعد 3 سنين، يعني 43 سنة وراح لأهل قريش يقول لهم أنا جات لي يعني رسالة من السماء واعبدوا الإله الواحد وإلى آخره. ففي سيرة ابن هشام نفسه بيقول لك يعني أسنان قريش يعني سادة قريش يعني
قالوا غلام أبي طالب يدعي أن السماء تتكلم إليه. غلام أبي طالب. كلمة غلام بتتقال لمين؟ في حد عنده 43 سنة يتقال عليه كلمة غلام؟ كلمة غلام دي بتطلق فقط يا إما على الطفل الصغير أو يعني الصبي، أو بتطلق على العبد مهما كان سنه. والحقيقة أنا لما قريت سيرة محمد وطفولته بتمعن اكتشفت أنه هو كان فعلا عايش حياة العبيد في وسط بني هاشم. من أول ما اتولد أمه لسبب مجهول تسيبه يبعد عنها 4 سنين، يروح 2 يرضع عند واحدة غريبة وأمه تسيبه، وهو المفروض إن ابنها الوحيد، وابنها الوحيد دي فيه علامة استفهام كبير قوي حواليها هنرجع لها بعد شوية. طب في أم بتسيب ابنها 4 سنين، يعني إيه؟ طب الرضاعة وقلنا 2. طب بعد ما رجع من الرضاعة، رغم إن ده حاجة ما حدش بيعملها، يعني ما نعرفش أي حد من أعمامه أولاد عمامه، لا علي بن أبي طالب ولا حمزة، إن هو راح رضع في قبيلة تانية. المسلمين هيقول لك بقى إيه ده؟ أصل كان عشان يشتد عوده ويتعلم اللغة العربية السليمة عند بني سعد. اللغة العربية السليمة؟ ده انتوا بتقولوا ان قريش كانت افصح العرب، عشان كده ربنا نزل القرآن فيهم عشان يتحداهم في لغتهم. تيجي تقول يروح يتعلم اللغة العربية الصحيحة عند بني سعد؟ طب مين تاني من العرب كان بيروح؟ يعني دون امثلة كده، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، ما هو اولاد عمه. هو محمد نفسه مش كان عنده ابنين المفروض ابو القاسم وعبد الله؟ وداهم فين؟ وداهم يرضعوا في. فامه سابته يروح يرضع عند بني سعد، ولما رجع رجعته تاني، ففضل عندهم 2 وشويه، يعني 4 سنين كله على بعض. طب ايه السبب؟ ما نعرفش. آمنة مشكلتها كانت ايه؟ ما نعرفش. وبعدين نقرأ ان هو ما تزوجتش حد تاني خالص غير عبد الله، وما خلفش غير محمد، يبقى مالوش اخوات، صح؟ طب ما هو عند ابن هشام وفي الاحاديث وعند ابن سعد، طبقات ابن سعد، كلهم بينقلوا عنها رواية انها قالت ما شهدت حملا قط اخف من حمل محمد. طب يبقى ايه؟ يعني ما شهدت حملا قط أخف من حمل محمد، يعني كان في حمل تاني. طب راح فين؟ مين دول هم اللي حملت بيهم؟ ومن مين؟ إذا كان عبد الله كانت بعد 3 شهور مات، يبقى اتزوجت حد تاني؟ كانت متزوجة قبل كده؟ كانت بتتجوز كتير؟ ما هو الزيجات الكتيرة دي كانت موجودة في مكة، أنواع كتير من الزواج. وعلى فكرة قصة عمرو بن العاص اتولد ازاي برضو قصة غريبة قوي. ان قلت في الحلقة اللي فاتت ان كان في انواع مختلفة من الزواج، وكان في حاجة اسمها زواج الرهط، ان مجموعة من الرجالة كده يروحوا يعني يختاروا واحدة ويناموا معاها كلهم، واللي يجي اي ولد يجي عن هذا الزيجة هي تختار تنسبه لمين. ويحكى في السير يعني ان الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل ومجموعة يعني 4 من قريش راحوا عند واحدة من صاحبة الرايات الحمر، زانية يعني عاهرة، وعملوا معاها زواج الرهط ده وناموا معاها، فنتج عن ده طفل اللي هو أصبح عمرو بن العاص فيما بعد. الولد قالوا ان هو شبه الوليد بن المغيرة، يعني خالد بن الوليد، يبقى المفروض ان هو يبقى اخو خالد بن الوليد يعني. بس الام اختارت العاص بن وائل ان هو يكون ابوه، وهو كان الاتفاق كده، فبقى ابوه. وما كانش يعني جريمة كبيرة ولا حاجة، عادي. لما يبقى بقى راجل قائد وفارس وبتاع بيعيد تأهيله مرة تانية. فبس محمد هو اللي كان مصمم على موضوع الأنساب ده، إن نسبه لازم يبقى طاهر وشريف لحد آدم، لأنه كان بيتشبه بالمسيح، وعايز يبقى النسب يكون لحد آدم معلوم ومعروف وما فيش عليه علامات استفهام. هو دي الأزمة،
وهو ده سبب على فكرة أزمة الشرف ونقاء البتاع، لأن الكلام ده ما كانش موجود عند العرب قبل الإسلام. زي ما قلت لكم قصة عمرو بن العاص، يعني عادي جدا إنه حتى يكون ابن زانية وياخدوه، أهم حاجة الولد، ما هو العبد ثمنه غالي، فهو ولد وخلاص. لو بنت تبقى مشكلة، لكن ولد فايدة يشتغل. بس هو كان مصمم لازم يكون من خير الأنساب وأطهر الأرحام، وبالغ في الموضوع ده جامد جدا. المهم إن الطفل لما يكون منبوذ من أهله بيبتدي يخترع صديق وهمي ويحكي له ويكلمه. لما يكون القبيلة بتاعته تلفظه أو لا تقبله يبتدي يدور على انتماء أكبر وأعظم وأعمق. فيعني قريش أنا مش عاجبكم إن أنا مش واحد منكم، طب تعرفوا بقى أنا ابن سيدنا إبراهيم نفسه. وهكذا تولد أسطورة نسب محمد من إبراهيم. فهو بيدور لنسبه من إبراهيم، مش يختار الخط اللي هو خط الأنبياء المعروفين. ما هو قصص الأنبياء هو عارفها من التوراة ومن العهد القديم يعني. لا، ده هو يختار الايه المجهول في العهد القديم ويكمل القصة براحته بقى. فهو دور في أبناء إبراهيم لقى إسماعيل. قصة إسماعيل فكرته بنفسه، الطفل المنبوذ اللي محدش عايزه، اللي رموه. العهد القديم بيحكي قصة إبراهيم لحد قصة إسماعيل لحد ما سابه ومشي هو وأمه، وبعدين راح صحراء اسمها فاران وبس. وبيتقطع بقى إيه الحكي عن إسماعيل. بتتكمل القصص مع أسحاق وأولاده، اللي هو المفروض إن هو ربنا عمل عهد مع إبراهيم إن هم دول اللي هيبقى فيهم النبوة، وهيبقى هم دول اللي يعني اللي العهد بين ربنا وبين أبناء إسحاق. فحتى إبراهيم لما بيسأل في العهد القديم بيسأل ربنا طب وإسماعيل معانا في العهد؟ قال له لا، يعني منبوذ. حتى العهد القديم بيتكلم عن إسماعيل إن هو حمار وحشي محارب، إيديه على الجميع وإيدين الجميع ضده. يعني من الأول كده هو شكله بتاع مشاكل. فهربت هاجر زي القصة زي ما مذكورة يعني في القرآن عندنا. بنقول إن هو إبراهيم هو اللي راح وداها مكة وحطها هناك. بس هيوديها مكة ليه؟ بالمنطق يعني احنا بنتكلم إن هو كان في فلسطين، من فلسطين لمكة بتاع 1200 كيلو. ليه المسافة دي كلها يمشيها وهو معاه مليون مدينة في الطريق وعنده أماكن جنبه عايز يحطها في أي مكان؟ طب هي هاجر هو جايبها من مصر، يرجعها مصر على الأقل لأهلها اللغة اللي تعرف تتكلمها. ف علامة استفهام كبيرة. اختار إسماعيل ليه؟ وحكى القصة بهذا المفهوم ليه؟ طيب، إسماعيل بيمثل حاجة معينة داخل نفسية محمد، أزمة الهوية، أزمة إن هو مطرود منبوذ محدش عايزه. فيعمل منه النبي أسطورة كبيرة. أكيد كان لها أصول عند العرب على فكرة، أكيد كان لها أصل. لكن إيه هو الأصل بقى اللي كان عند العرب؟ الإسلام بيقول إن إبراهيم وإسماعيل بنوا الكعبة مكة، يعني سابوا فلسطين وجم المسافة البعيدة دي كلها عشان يبنوا الكعبة. لكن التاريخ بيقول إيه عن الكعبة؟ التاريخ بيقول إن قبل القرن الثالث الميلادي ما كانش في حاجة في مكة خالص. يعني بعد المسيح اهو ما كانش في حاجة في مكة. يعني قبل إبراهيم قبلهم بقى بتاع 3000 سنة ولا الهوى. طيب ايه حكاية الكعبة؟ تاريخها جاي منين؟ في مؤرخ
بيزنطيني اسمه سوزيموس. المؤرخ دون بيقول إن العرب كانوا يحجوا إلى مكان في منطقة الخليل اللي هي في فلسطين النهاردة لحد القرن الرابع، وكانوا يضحوا بأضحيات ويذبحوا حيوانات لحد ما الدولة البيزنطينية اللي هي مسيطرة على المنطقة أصبحت مسيحية في القرن الرابع. إيه اللي حصل في القرن الرابع؟ قسطنطين حول الدولة البيزنطينية إلى إمبراطورية مسيحية، فراح هو شاف المنظر في المكان اللي بيحجوا له العرب في فلسطين ده، وقال إيه ده يا عم أنت، نظف الكلام ده كله، ومنع العرب من إن هم ييجوا يحجوا لهذا المكان. في هذا التوقيت بالضبط في قبيلة اسمها خزاعة هجرت من اليمن راحت على مكة، وراح ابتدى واحد اسمه عمرو بن لحي تقريبا جاب من الشام إله اسمه هبل وحطه في الكعبة وابتدت قصة الكعبة تنشأ. وقصة إبراهيم يعني خدوها من فلسطين وحطوها في الكعبة، بس أضافوا إليها بقى إيه الفلفل والبهارات العربية، وهكذا نشأت قصة إبراهيم وأسطورة إبراهيم اللي محمد لضم نفسه فيها بعد كده وقال إن هو من نسل إسماعيل، رغم إن القبائل الإسماعيلية كانت تعيش في الأردن وفي سيناء، وانقرضت قبل أن تهاجر قريش من اليمن إلى الجزيرة العربية. موال كبير ومشاكل كبيرة، وتابعونا الحلقة الجاية هنكمل قصة الكعبة وقصة إبراهيم وعلاقة إبراهيم وعلاقة محمد بإسماعيل، وإزاي إن هو أخذ قصة إبراهيم من العهد القديم وحكاها بأسلوب مختلف تماما يتماشى مع مشاكله مع قريش ومع أصنام قريش، وبتوضح مشاكله هو النفسية بسبب إن هو كان منبوذ وإن هو كان مرفوض من قومه. تابعونا على قناة حامد.tv على اليوتيوب وعلى الفيسبوك صندوق الإسلام. نراكم في الحلقة القادمة.